في الأثر سبحان الله العظيم أن السماوات تقول يا ربي دعني أطبق عليهم فإنهم قد أكلوا رزقك وشكروا غيرك. ما تقول لربي، تقول له يا ربي خليني نطبق عليهم، هذو الناس هذو كلوا رزقك وشكروا غيرك. وتقول الأرض يا ربي دعني أخسف بهم، خليني ننحل ونشكهم قاعدين فإنهم قد أكلوا رزقك وعبدوا غيرك. ويقول البحر يا ربي دعني أسيل عليهم، خليني انفض عليهم فإنهم قد أكلوا رزقك وعبدوا غيرك. شوف ربي عز وجل وش يقول لهم؟ يقول لهم دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. خليوني مع خلقي، لو كنتم خلقتوهم ترحموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم سبحانه جل جلاله. ولهذا الكريم إذا وعد أوفى. لما ربي عز وجل يوعدك، ربي وعدنا وعود كثيرة في القرآن، من جملة الوعود أنه وعدنا بالجنة، ووعدنا باش الجنة هذه ما وعدهاش للناس قاعدين، وعد واحد الزمرة واحد الطائفة ربي يجعلني وإياكم منهم. قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وعدنا قالنا باللي يودي الجنة يدخلوا أهل التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ووعدنا ربي عز وجل بواحد الصفات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. بعد كما الأخير يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وش يورثوا يا ربي؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعد رباني، وعد إلهي. ووعدنا ربي عز وجل قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن يا رب؟ راح يوعدنا ربي أعدت لمن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعد إلهي، وعد إلهي جل جلاله. هذه الوعود بمعنى ربي يوفيها. ربي عز وجل يوفي بعهده جل جلاله. الأمر الثاني أحباب رسول إذا قدر عفا. كي يقدر ربي عز وجل، ماشي كي يقدر، قادر الله عز وجل علينا، هو القادر والمقتدر والقدير سبحانه جل جلاله. رغم هذا ربي عز وجل يعفو جل جلاله. قالوا والكريم قالوا هو الذي يعطي بلا منتهى، يعطي بلا حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، بالعمل القليل يعطي الجزاء والأجر العظيم بالعمل القليل. تندي والو حاجة قليلة أحباب رسول الله. ربي يعطيك أجر عظيم أحباب رسول الله. الشاكر لله هو الشكور، بفضله تضاعف الأجور. يعطي ربنا عطاء لا حد له على القليل وهو من وفق له. شوف ربي يعطي